هلا يا دكتور. الو، اتعرف بيكي. دكتور نيفين نبيل، استشاري الامراض الجلديه والتجميل. انا عايز اعرف بقى ايه السر ان عمرو دياب ما بيكبرش؟ الرياضه اكيد بيحط طبعا سيرمز وانتي ايجينج وبيشرب فيتامينز طبعا. طب عشان بقى اما اكبر ابقى برضه ما بانش تجاعيد، ما بانش حاجه، اعمل ايه؟ من سن 25 تاخد كل الروتينز. يعني انا كل السنين اللي فاتت دي خلاص ما اتحسبتش؟ لا نحاول نرجعها بحاجات تانية، بس لا طبعا من سن صغير نبدا بجد. طب لو السكين كير في مسابقه، مين اللي يكسب فيهم؟ مين اللي هو تنصحي بيه على طول؟ ريتينول. بيعمل ايه؟ لو في فاين لاينز بيوديها، ولو ما فيش اصلا لاينز هيأخر ظهورها بشكل كبير، مش بس الوش، الرقبه، ظهر الايد، الاماكن دي برضو الناس ما بتحبش يبان انها عجزت او بانت اكبر من سنها. كام واحده جات لك العياده ورقعتي بالصوت قلت لها ايه المصيبه اللي انت عملتيها دي وجايه لي بيها؟ تعمل تان وما تقوليش، وتخش تعمل ليزر مثلا لوشها او تعمل اي بروسيد وهي مش قايله ان في تان، تقولي ده لوني، اقول لها متاكده، تقولي اه والله ده لوني. طب بمناسبه التاني، هي ميه دياب التان بتاعها ده طبيعي؟ يعني اوفر طبعا شويه. كده مش طبيعي. احنا بنحب الناتشرال لوك عموما، ده الترند دلوقتي جوه مصر وبره مصر. طب عشان اعمل تان زي ميه دياب، مش انا طبعا، يعني البنات هيعملوا ايه؟ في حاجات طبيه، لكن انا ما انصحش حاجه غير طبيه خالص. الشمس بس، في حاجات طبيه تتحط، مش اي حاجه تتحط وخلاص. اي وقت؟ لا طبعا، لا من 12 ل 3 او 4 المفروض لا خالص. كام واحده جات لك محروقه من الشمس؟ كل الناس. قولوا لها ايه؟ بسكت يعني، لو هي يعني بسكت وبنعالج وخلاص، بس هم بيبقوا اوريدي جايين وعارفين ان هم غلطانين. شكرا يا دكتور جدا. ميرسي.